السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله جاية لكم فيديو جديد. أتمنى بقى تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هعمل معاكم قرص جميلة جدا تنفع للفطار الصبح أو حتى للعشاء، فحلوة قوي. خلاص، بس هي بتبقى ناشفة شوية، تمام؟ يعني لما بتبات تاني يوم بتبقى ناشفة شوية، ممكن تسخنيها ترجع معاكي طرية تاني زي الأول. خلاص كده. عندي ايه المقادير؟ ايه بقى عندي الاول هنا كده؟ اول حاجة عايزة اختبر الخميرة بتاعتي، فهختبرها ازاي؟ جبت عندي معلقة من الخميرة صغيرة، عليها معلقة من السكر ومعلقة من الدقيق كده اللي هي المعلقة بتاعة الرز، وحطيت عليهم شوية مية صغيرين كده، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض، وغطيتها كده وسبتها عندي على الرخامة عشان اشوف هي هتختمر ولا لا. الخميرة عندي اشتغلت وتمام. ببتدي بقى انزل عندي المقادير بتاعتي. عندي 3 كوبايات من الدقيق او 4 كوبايات من الدقيق حسب اللي انت عايزاه، او مثلا عايزة تعملي الكيلو كله، بس انا عملت عندي 3 كوبايات من الدقيق. حطيت عليهم نص معلقة من البيكنج باودر، حطيت عليهم رشة من الملح، حطيت عليهم كمان معلقة من الشمر المطحون، وحطيت كمان كوباية الا ربع من السمنة وربع كوباية من الزيت. نزلت ده كله وبعجن بمية. تمام كده. عندي كوباية ونص من المية، بس ما بحطش الكوباية ونص كلهم، لان انا مستخدمة عندي في الخميرة اللي انا اختبرتها حطيت حوالي ربع فنجان من المية، فمش هستعمل المية كلها غير لما اشوف العجينة عندي لمت ولا لا. تمام. نزلت كل المكونات دي عندي على العجينة، وما نزلتش لسه المية ولا اي حاجة. فببتدي بقى ان انا ابسها كده شوية. بعد ما ببسها شوية بقى ببتدي ان انا انزل باول كوباية من المية خالص. طبعا انا نزلت الخميرة ونزلت كل المقادير كلها، وابتديت بقى ان انا انزل المية. ابتديت باول كوباية وعجنت، فضلت اعجن فيها كده كويس جدا. طبعا هي بتلزق شوية، ما تحطيش مية وما تحطيش دقيق، انت بتفتكريها ان هي بتلزق فبتعمل معاكي كده زي تلزيق جامد في الايد، بس هي بعد كده بتبتدي تلم وما بيحصلش اي حاجة. بتبتدي هي طول ما انت بتعجني فيها بتبتدي ان هي تلم نفسها. بصوا عندي انا بعجن وهي بتفضل تلم نفسها كده طول ما انا بعجن. خلاص كده. انا بطأت معاكم الحتة دي عشان تشوفوني ان انا فضلت اعجن فيها حوالي 10 دقايق كده، وانا عمالة بعجن فيها وهي لمت نفسها وخلت الطبق بقى نضيف، وايدي كمان بقت نظيفة. فهي كده مش محتاجة اي حاجة خالص. خلاص. لو بتجربي حتة عجينة عندك، لو حتة العجينة دي انت مسكتيها كده وقعدتي تفردي فيها زي ما انا فردت كده وقطعت معاكي، بتبتدي ان انت تعجني فيها شوية كمان. ما قطعتش معاكي حتة العجينة، بتبتدي ان انت تشتغلي فيها وتسيبيها بقى لحد ما تخمر حوالي نص ساعة كده. طبعا الجو حر فهي هتخمر معاكي على طول، مش هتكمل كمان ما شاء الله نص ساعة. خلاص بسيبها تخمر خالص. وبعد ما تخمر بقى في مكان كده دافي، او تحطيها مثلا جوه الفرن وتغطيها. بعد ما بتخمر بتبقى بالشكل ده. ببتدي ان انا اخرج منها الهواء، وبعد ما بخرج منها الهواء ببتدي ان انا اشتغل فيها على طول، لان هي بتخمر مرة تانية. خلاص. انا بخمرها مرة تانية. هي كده كده القرص بتخمر مرة تانية. خلاص بتخمر مرة تانية. انت بقى عايزة تحشيها جبنة، عايزة تحشيها شوكولاتة، عايزة تحشيها اي حشوة، اي حشوة انت عايزة تحشيها عجوة، براحتك خالص. تمام. عايزة تحشيها سكر، الحشوة اللي تعجبك احشيها. خلاص. ببتدي ان انا كده امسك حتة عجينة واكورها، وابتدي ان انا اقرصها كده في الصواني. ببتدي عندي ان انا اخمر الصواني كلها، وبمسك اول صينية انا عملتها بروح حطها في الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200، وبتبتدي تستوي عندي وبتبقى جميلة وحلوة جدا. طبعا كل الصواني اللي عندي بتختمر طبعا عقبال ما بطلع بقى صينية صينية من الفرن وكده، فهي كده كده اصلا بتختمر على طول. يعني تعملي جنبيها بقى كوباية شاي، تعملي جنبيها كوباية قهوة. بصي للفطار روعة وجميلة جدا.
القرص طريه وحلوه قوي، بس هي لما بتبات معاكي شويه بتنشف، يعني بتنشف حاجه صغيره كده، فبتبقى جميله حلوه حلوه. خلاص.